السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد ومعادنا النهاردة مع فيديو جديد. إن شاء الله فيديو يعجبكم. احنا النهاردة مش هنيجي جنب البوتاجاز خالص. هنعمل حاجة ايه حلوة ان شاء الله يعني تعجبكم. حاجة بنستغناش عنها طول الشتاء، لان ايه طبعا طول الشتاء بنعمل عدس، ودي بتبقى جميلة جدا جنب العدس وناس كتير بتحبها. هنخلل اللفت. انا جايبة هما يجوا 3 كيلو او 2 كيلو لفت، هنعملهم مع بعض. بس احنا بننقعه الاول طول الليل، وبعد كده بنخلله. يبقى هنحتاج ملح ومية مغلية، بس هنسيبها تبرد خالص لان تبقى فترة. هنقطعه بس ونعمله زي صوابع البطاطس كده، ونحط عليه ملح ونسيبه طول الليل. هنشوف دلوقتي هنقطعه ازاي. انا بقطعه كده لان هو فيه هتبقى تخينة قوي. طبعا اللي هي بتبقى مفرغة كده مش هنعملها، مش هنخللها، لان دي كده هتبقى هتطرى قوي في التخليل. بسم الله. دي كده مش مفرغة، ودي هتبقى كويسة في التخليل. واللي هي المتفرغة دي ممكن برضو ما نرميهاش، ممكن ناخد منها الجزء اللي هو اللي مش متفرغ، هيبقى كويس في التخليل اهو كده. بعدين بقى بعملها كده اهو. اعملها هقطع واحدة كده معاكم، وهنقطع الباقي ونشوفكم بعد ما نقطع. برضو احنا يعني انا بقى بجهزها هون من بالليل. غسلة البرطمانات ازاز ومعقماها بمية سخنة، وبرضو مجهزاها معانا. المية السخنة هعمل كل لتر مية 4 معالق ملح او 5 معالق ملح حسب الملح اللي انت بتستخدميه. انا بستخدم ملح كوكس او نور، فبحط 4 معالق ملح، بدوق سنة كده من الملح. لو حسيت انه محتاج بحط 5 معالق. وهنحتاج يعني بحط برضو حسب كمية المية اللي هحتاجها. بحط معلقتين خل بس، ما بزودش في الخل. وبعد 5 ايام بيكون اتخلل، ويكون اللون الموف دون بيكون خد اللون البامبا كده، لون جميل. بيبقى مش محتاج ان انت تحطي له لون اصلا، بيبقى حاجة طبيعية، وطعمه بيبقى جميل جدا وصحة وهنا. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وجزاكم الله كل خير لكل الناس اللي دعت لي ودعت لابني. ربنا يجزيكم خير يا رب، ويشفي اولادنا جميعا اللهم امين، ويحفظهم لينا. ما قطعناه كله، وهنبدأ نحطه في المصفى. بسم الله اهو. هحط شوية واحط ملح، وبعد كده احط الباقي كده لحد ما احطه كله. وطبعا هنحط طبق كبير ويبقى غويط من تحت، علشان هو هينزل مية كتير. هنسيبه طول الليل، والصبح ان شاء الله هنبدأ نخليه. طبعا هبقى مجهزة الخل والمية المغلية وبردت. المية المغلية وبردت. وهنجهز 3 فصوص توم، او حسب البرطمانات اللي انا هعمل فيها. انا البرطمان بتاعي كيلو، ما عنديش برطمانات كبيرة، هجهز لكل برطمان فص توم.
لان ايه بحطه، ولو في حسيت في فراغات في البرطمانات هحط معاه ايه، مجهزه برضو جزر مقطعاه وايه واحطه هحطه معاه بحيث ما يبقاش فيه فراغ في البرطمانات. نشوفكم ان شاء الله بكره ان شاء الله لما ايه ان هنسيبه، هتشوفوا الطبق اهو فاضي اهو، ما فيهوش نقطه ميه من تحت. بكره ان شاء الله هتشوفوا هينزل ميه كتير قد ايه. دلوقتي ده شكله هون بعد ما نقعناه طول الليل. ماشي اهو الميه اللي نزلت منه اهي اهو. طبعا ايه هم عشان الكميه قليله، لان انا لقيت فيه كتير مفرغ، فايه فخدت اللي هو اللي قلبه ناشف معايا علشان يبقى كويس في التخليل اهو. ماشي طبعا الميه دي هنرميها. انا مجهزه، احنا قلنا هنجهز فصوص توم على حسب البرطمانات اللي انا هعملها. لو برطمان كبير ممكن احط فيه فصين او 3، لو برطمانات صغيرة هحط في كل برطمان ايه فص زي ما انا عاملة كده. الفصوص صغيرة هي. وطبعا قلنا هنجهز مية مغلية وبردت، انا جهزتها هي المية اهي. هي بردت وانا حطيت لها 7 الكمية دي، يعني ممكن تكون 2 لتر او 3 لتر. فانا حطيت لها 8 معالق ملح، 8 معالق ملح مليانين، وحطيت عليهم معلقتين خل. حطيت هنا على المية دي ودوبتها علشان ما احطش في البرطمان، لان طعمه بيبقى مش حلو، وهي ايه الخل هيبوظ اللفت. فهو انا بحط على الكمية اللي انا ايه عاملاها، هرص في البرطمانات، وبعد كده هبدأ ايه احط المية اللي هي متحلية بالايه بالملح. اول برطمان معايا اهو، احنا معقمينه بالمية السخنة وبالخل. دلوقتي هو البرطمان اهو هحط ايه فص توم. ماشي وانا برضو مقطعه معايا جزر اهو، مقطعه جزر بحيث ان املى البرطمان عشان ما يكونش ايه فيه فراغ. ممكن برضو احط معاه ورق كرنب، خيار اللي موجوده عندي ممكن احطه واكمل الايه البرطمان. هحط الخيار معايا اهو اهو كده، وبعدين اللفت اهو معايا. انا شايله ورق كرنب صغير اهو هحطه معاه. انا مليته، انا عملت 4 برطمانات. بسم الله. ده لو ان البرطمان كبير دون بياخد 2 كيلو. بسم الله. يبقى احنا قلنا لكل لتر ميه 4 معالق ملح، او حسب الملح اللي انت بتستخدميه. وكده كده انا بدوق الحاجه، انا دقتها وايه حطيت لحد يجي ايه 8 معالق كبار ملح على كميه الميه دي كلها، وحطيت معلقتين خل اهو كده. ايه البرطمان ايه اتملى ما شاء الله اهو. هبدأ اغطيه. هو ما بياخدش وقت في التخليل اهو. يعني 4 أو 5 أيام بالكتير، وايه وناكله بالهنا والشفا والصحة وهنا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، ما تنسوش من دعمكم. نشوفكم ان شاء الله لما يتخلل، هوريهولكم برضو لما يتخلل، وهتشوفي اللون بتاعه بقى لونه بامبا وجميل ازاي بعد ما يتخلل. السلام عليكم. احنا قلنا طبعا سيبنا المخلل 5 ايام. انا عملته يوم الثلاث، والنهارده الايه عملته الثلاث الصبح.
لان انا كنت نقعاه، فالنهارده الايه السبت بالليل. بس اهو ده اول برطمان، هما كلهم نفس الشكل دون كده اهو. وهطلع معاكم المخلل وان شاء الله ونشوفه. وده شكله بعد ما تخلل، يعني هم 4-5 ايام بالظبط، وايه وناكل منه بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي قلنا مية مغلية وبردت، ولكل لتر مية 4 معالق ملح كبار، او 5 معالق لو احتاجنا، ومعلقتين خل على الكمية ايه المية اللي هي ايه اللي انا مدوباها في الايه في الحلة لوحدها، او في اي وعاء كبير عندي بقى ايه بدوبها لوحدها. وبعد 5 ايام بيبقى بالشكل دون وبالهنا والشفا. في ناس ممكن مثلا لو حابين نحط معاه فلفل بنحط. انا طبعا عندي اطفال صغيره وبناكله، انا ما بحبش الحاجه مشطشطه، كل واحد حسب راحته عادي. لو انت حابه الحاجه مشطشطه او فيها سنه شطه بسيطه، ممكن نحط قرن فلفل ايه او قرنين حسب الايه ما بتحبه. وصحه وهنا، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده، والسلام عليكم.